تمام. تمام. وأنا وحيد لأهلي، ما في إلا أمي وأبي وزوجتي وأولادي. تمام. تمام. بسوريا. طيب. وأنا هون لحالي صار لي تقريبا شي 3 سنين. تمام. 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 فأنا في عندي أولاد، وبالمنطقة اللي نحن فيها معدوم كل شيء. وتعرف أنت اليوم الولد العلم مهم جدا 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 جدا. تمام. سامعني؟ سامعك، استرسل، بارك الله فيك، استرسل. فعندي أبي وأمي كبار بالعمر، بس ولكن صعبين جدا جدا فوق ما بتتخيل. يعني ما بيخلوا يعني كرمال الأولاد ما بيخلوا لا ولد يتعلم ولا يروح على مدرسة ولا يخلوا. يعني أبي من النوع الصعب جدا، ما بيقتنع لا بكلام من حدا، لا كبير ولا صغير ولا أي بشر. من النوع الصعب طيب. جدا، يعني ما فيك تجادله. الآن أنا فاهمك يا الغالي، لا تبالغ في المفردات، فقط استرسل بدون مبالغة بالمفردات. أنا فاهمك، لا تبالغ بالمفردات يا شيخ. فأنا بالنسبة لهذا الموضوع يعني احترت بين أرضي أهلي ولا أرضي أولادي، ولا شو المناسب اللي بدي أعمله. السؤال أنا ممنوع أتصرف أي تصرف بالنسبة لأولادي، وإذا بدي أخذ أولادي وأمشي ويظلوا أهلي لحالهم مشكلة، وإذا بدهم يظلوا مشكلة أكبر. فهذا السؤال، فشو بدي أتصرف بهذه الحالة؟ وين تاخذهم أنت؟ إنه يكونوا بمكان في علم، يتعلموا يدرسوا من هذا الباب. يعني قصدك أنت إذا كانوا هنا يرفض هذا الشيء رفضا قاطعا، يرفض هذا الشيء. تقصد إذا تاخذهم إلى مكان آخر، أنت تاخذ مرتك نعم. وعيالك. ابنك ايش قد عمره؟ 10 سنين. طيب مرتك من تاخذ عيالك وتروح إلى مكان آخر، منو شو اسمه يكون مسؤول عنهم؟ تكون قريبة مثلا من أقربائها، ويعني أخواتها البنات أو كذا. لا 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 لا، ما أنصحك بهذا أبدا. خليها مع شو اسمه، مع أبيك. بس ما يخليهم لا يروح على مدارس ولا يخليهم يتصرفوا ولا يتعلموا ولا شيء أبدا. رافض طيب العلم قطعا. طيب هو عمره 10 سنوات ما دخل مدرسة؟ دخل مدرسة بس، ولكن ما ظل مدارس بالمنطقة اللي نحن فيها. ما في مدارس؟ ما طيب في. كيف دخل مدارس قبلها؟ كان في مدارس، وبسبب الأحداث والظروف راحت المدارس وما ظل مدارس بالمكان. والآن ما في مدارس يا شيخ. ما في. أنا ما في مدارس. طيب ممكن يروح يداوم بمدرسة بعيدة ويروح يرجع في عن طريق مواصلات، يروحون يرجعون. انت بحيث تأجر لهم طفل ما في. لا ما في مواصلات. لا ما في مواصلات، لانه هو نظام ضياع، وتعرف انت بالضياع ما في مواصلات. انا اعرف ضياع. ممتاز، ما في حرج. لكن في مواصلات يودونهم العيال ويرجعونهم. لا ما عندك انت بس، عندك بس الولد هو اللي يدرس؟ ها لا، في عندي 5 أولاد. طيب 5 أولاد من 10 ونزول. 10 ونزول. نعم. أصغر واحد كم عمره؟ 2 تقريبا. 2. أنت كم باقي لك وترجع؟ مو معروف. مو معروف. طيب نعم. شوف يا شيخ، حتى شو اسمه، نحل لك الشغله. انا معك. شوف يا الغالي، عندك حل اخر. تمام، انك تنقل اهلك، تقول لهم تعالوا ننقلوا الى مكان بحيث تكون هناك مدرسه.
كلهم ينتقلون. رفضوا ما انا عم اقول لك، حطوني بحيره يعني. رفض اي، اسمعني انا رفض اي حل. انا خليني اكمل لك الفكره. انا ما اريدك، تفضل. انا اشوف كفكره انه زوجتك تطلع مع عيالك تقعد وحدها، انا ما انصحك بهذا الامر. حتى ما تحط براسك انه المراه بعرف، ما انا هاي اللي انحطيت فيه يعني. هذا انا ما لا انا ما شو اسمه، ما انصح بهذا الامر. المراه بدون زوج مع عيالها تكون في مكان وحدها، هذا ما انصحك به. لذلك تكون مع اهلك، نعم، ويكون ابوك على راسهم، هذا افضل بكثير جدا. لكن عندنا اشكاليه في مساله العيال، انه ما داخلين مدرسه. راح اتي الى هذا الامر. انت تقنع الوالد بشيء ولو بالمال، تقول له يا ابتي انا راح اعطيك 1 2 3 وتنتقلون الى هذا المكان حتى يدرسون العيال. تمام. تتكلم مع واحد يؤثر على الوالد. لا تجعل، حطها في ذهنك مره اخرى، لا تجعل زوجتك تسكن وحدها مع العيال بعيد عن والديك. وضحت؟ بما انك بعيد، لو انت قريب هذا ايش تكون معهم، لكن بما انك انت بعيد لا بد للمراه ان يكون لها ايش، رجل على راسه. وضحت يا الغالي؟ وضحت شيخ. بس ولكن هاي الحلول حطيتها بالبداية، رفض. بعتت ناس، بعتت أصدقاء، رفض قاطع. أنطيتك حل. أنا هذا الذي أقول لك وأشير عليك، غير هذا الأمر ما رفض هاي الحلول. أي أشير عليك أنك تقنعه بالمال. أما أن الزوجة تخليها وحدها، أنا ما أنصحك بهذا الأمر، والأمر لك بعد ذلك. تمام يا طيب؟ نعم حبيبنا، جزاك الله خير. آمين آمين وإياكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.